من الحتت المهمة جدا أو الأجهزة أو القطع اللي المفروض تكون في مطبخك هي الهاند بلندر. بس في ماركات كتيرة جدا من الهاند بلندر ماهيش مريحة في الاستعمال وما بتستحملش. طيب الهاند بلندر اللي انا جايبهولك النهاردة ده عشان تعملي فيه كوبايتين اتنين عصير، هو جاي متجهز لكده، تعملي اتنين اربعة زي ما انت عايزة. انا هنا عندي ضيوف وعايزة اعمل كوبايتين عصير مانجا على السريع، لسه هنزل الخلاط وهشتغل. ده كده هي نص منجاية وعملت الكوبايتين وخلصنا. كمان لو انت في وقت ما عندكيش غير ثمرة برتقانة واحدة، ثمرة جوافة واحدة، ثمرة رمان واحدة، وطب عليكي ضيوف، تقدري بسرعة بمنتهى البساطة تعملي أحلى كوبايتين تلاتة عصير بسرعة. أهي البرتقانة اتقشرت وبقت ولا راني حبيبات من كتر الحبيبات اللي فيها. وطبعا براحتك، تحبي العصير ناعم جدا أو بالحبيبات، انت حر. بصي بقى انا جايه لك في ايه، انا جايبه لك حاجه مفاجاه حلوه جدا هتعجبك. دايما بتسالوني على الهاند بلندر اللي انا شغاله بيه. انا كنت بشتغل بانواع كتيره جدا، بس اكتر نوع عجبني وريحني ارشي. ارشي نوع اصلي الماني ومميزاته كتيره جدا. هقول لك دلوقتي حالا كل المميزات، يلا عدي معايا. من اهم المميزات اللي بتميزه طبعا انا ما بحبش اقول على حاجة الا لما اكون انا اشتغلت بيه. هو عندي بقاله اكتر من 6 شهور شغالة بيه عشان اطلع كل عيوبه. دي كده مانع للانزلاق لما تحط فيها اي حاجة، يعني ما سابش الجزء المهم جدا عشان ما تزحلقش منك شمال ويمين وتبهدل الدنيا. حطلك الحتة دي مانع للانزلاق. خلاص، كاوتشة لينة طرية، وكمان تقدري ما ثبتهاش عشان تقدري تفكيها في اي وقت وتغسليها. الشفشق بتاعه زي ما انت شايفه كده مرقم من اول 100 مللي، 200 300 400 500 600 700 890 20 20 تقدري تعمليه كمعيار سواء مع الشغل او مع اي شغل تاني. شفاف، تقدري وانتي بتضربي الحاجه تشوفيها فيها، سهل التنظيف جدا جدا. والكوبايه عمليه جدا لحجم السكينه، شايفه اهي الكوبايه عمليه جدا لحجم السكينه. طيب سيبنا من الجزء ده وخلينا في الجزء بتاع السكينه. السكينه بتاعته مسنونه بالليزر، فهي عشان كده حاميه جدا وبتقعد وقت طويل حاميه ما بتتلمش الحمد لله. بتركب بطريقه انسيابيه، بصي اهي خلاص ركبت، ولا زراير ضغط بقى ولا هي لفه واحده وخلاص اتفكت. حلوه قوي. الفيشه بتاعته جايه فيشه عاديه جدا، مش محتاجه الفيشه الثلاثيه ان انا اجيب له وصله وتقع وانا شغاله، لا فيشه عاديه خالص. قوه الموتور حلوه ومناسبه جدا لحجمه. عايزه اقولك ان هو فيه سرعه واتنين، في سرعات كتيره كمان هنا، تقدري تعلي وتوطي زي ما انت عايزه. و يعني عايزه اقولك ان هو حلو ومستحق ان انت تجربيه وتشتريه. هتجيبيه منين؟ من جروب ندى جلال على الفيسبوك، هسيبلك الرابط بتاع الجروب. وان شاء الله هي عندها حاجات كتيره جدا حلوه، بس انا ثقتي في المنتج بتاع ارشيا ده الهاند بلندر حلوه جدا، لاني جربته معايا بقالي فتره، جربته على السخن وعلى البارد، جربته في الفواكه وجربته في المربات الجزر والفراوله، جربته في قمر الدين، جربته في حاجات كتيره يمكن انتوا شايفينه معايا في فيديوهات قبل كده. بس انا بحب لما حد يديني حاجه يقول لي استخدميها، او لو سمحتي اعملي لي ريفيو عنها. مش بعمله قبل ما اشتغل بالحاجه مره واتنين وتلاته واعرف بيسخن ولا لا، قوته حلوه ولا لا، تنظيفه سهل ولا لا. وكل الحاجات دي لقيتها في هاند بلندر ارشيا. منتجات ارشيا كلها حلوه. انا جايبه منها كمان الكاتل، هوريهولك حالا. كلنا عندنا المشاكل في الكاتل. انا جبت اغلى الماركات والله، وقاعده تحسب بقى ده شغال بقى سيبيه. قاعد على قد ما قعد، وكان برضو عنده مشاكل وبيفصل، والمشكله بيفصل ما بيتصلحش تاني. فجبت الكاتل ده. انا الكاتل ده جاي لي والله العظيم قبل ما اروح اعمل العمره شهر 9 اللي فات، ده اللي هو 9/23. ولما رجعت من العمره انا مرضتش افتحه لاولادي قبل ما امشي، وقلت لما ارجع افتحه عشان لما يشغلوه اكون موجوده معاهم في البيت. فعلا شغلته لما رجعت في شهر 9 اهو. من شهر 9 اللي فات، احنا دلوقتي في شهر 10 في اخره،
ما شاء الله والحمد لله ولا قوة الا بالله، مفيش منه اي شكوى ولا بيفصل. يعني تقدري تستخدمي منتجات ارشيا وانت مطمنة. انا واخدة منها حلل ارشيا، واخدة منها كاتل ارشيا، واخدة منها هاند بلندر ارشيا، ولسه هكمل خلاط، وكمان نازل عندها الكب ارشيا هجيبها منها باذن الله. ندى من الناس الحلوة قوي اللي معاملتها ذوق قوي وحاجتها ثقة. لما تقولك دي الماركة الأصلية يبقى هي الماركة الأصلية. هسيب لك حالا الجروب بتاعها، وبتمنى منكم ان انتوا تخشوا عليه وتتفرجوا وتاخدوا فكرة، ولما تحبوا تشتروا حتى لو بكرة تشتروا من عندها. شكرا ليكم والسلام عليكم.